ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفة، والنهاردة هشرح لكم ازاي الطيارة بتطير في فيديو واحد. دلوقتي انا عارف ان الكلام ده ممكن يبقى شكله معقد شوية، بس هو سهل جدا. هتفهموا في اخر الفيديو ده كل حاجة وكل التفاصيل، ويعني ايه برنولي's برنسبل، وكل تفاصيل ازاي الطيارة بتطير بالظبط. اول حاجة عشان نفهم ازاي بتطير لازم نفهم يعني ايه four forces of flight. هما دول 1 2 3 4. الاربعه دول بنسميهم الفور فورسز اوف لايت. ماشي، هم دول اللي بيخلوا الطياره اصلا تقدر تطير. يعني من غيرهم الطياره مش تقدر تطير اصلا. ماشي، يعني مثلا الليفت فورس بتاعت الليفت هي اللي بتشيل الطياره لفوق. ماشي، هي اللي بتشيل الطياره لفوق. اوكي، والفورس بتاعت الويت هي اللي بتخلي الطياره تلزق على الارض، او هي بتكون اكنه حد كده بيشد الطياره تحت على الارض وعايزها تفضل لازقه على الارض. ماشي، والدراج فورس هي اللي بتشد الطياره لورا. هو اللي اكنه مثلا ناس او حد ماسك حبل وبيشد الطياره لورا. ماشي، والثراست بتخلي الطياره تتشد لقدام. ماشي، يعني هي مثلا بتيجي منين؟ بتيجي من الانجنز، من المحركات. الانجنز بتاعتك هي اللي بتجنريت ثراست، فايه بتخلي الطياره تروح لقدام. نفس الحاجه، وده عكس ده، يعني ثراست عكس دراج، وويت عكس ليفت. ماشي، فهم اكنه مثلا واحد ليفت ده بيتخانقوا مع الويت. ده عايز يبقى اعلى مثلا في التيك اوف، احنا عايزين ليفت اعلى، والويت هو اللي بيخلي الطياره لازقه على الارض، اللي هو الناس، الركاب، الشنط، كل الحاجات دي هي اللي بتزود الويت فبتخليه لازق على الارض. كل ما الويت كتير كل ما الليفت هيبقى اصعب انه يتعمل. فاهمين قصدي؟ وهكذا برضو مع الدراج والثراست. فلازم تفهموا الليفت هو اللي بيخلي الطياره تطير او تطلع فوق. يعني هو اللي بيخلي الطياره انها تبدا في التيك اوف. اول ما العجل يسيب الارض، النقطه دي بيحصل ليفت. هتفهموا كل حاجه عن الليفت دلوقتي. الليفت بيتعمل من حاجه اسمها برنولي's برنسبل. برنولي's برنسبل بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان في حاجه اسمها الاير فويل. ماشي، هو ده كده في حاجه اسمها اير فويل، اللي هو ايه؟ هو الجناح بس من زاويه على اليمين كده. يعني الجناح كده. الاير فويل مثلا لو خدنا الحته دي وحطيناها كده، رسمناها من 2 دي، هتبقى بالشكل ده. ماشي، فده تخيلوا اكنه الجناح. ماشي، فالاير فويل ماشي عنده upper stream line و lower stream line. ده الهواء. ده الهواء اللي بيعدي من فوق. ده هواء طبعا احنا مش شايفينه، بس هو ايه؟ هو هواء. فالهواء ده احنا لازم نبص عليه عشان نفهم ازاي اصلا بتطير الطياره. ماشي، فالهواء بيجي من فوق ومن تحت، صح؟ الهواء بيبقى في حاجه اسمها upper stream line، ده ناحيه الهواء اللي بتيجي من فوق الاير فويل، بتلمس الاير فويل كده. ده في التيك اوف. فاحنا بنتكلم في التيك اوف ونشوف ازاي اصلا هي تقدر تطير، ايه اللي يخلي الطياره بتطير في التيك اوف اصلا. ماشي، فالابر ستريم لاين كده واللور ستريم لاين ده الهواء اللي جاي من تحت، وده الهواء اللي جاي من فوق، بيبقى بالشكل ده. ماشي، يعني عشان نتخيله. و برنولي's برنسبل ده بيقول لنا ايه اصلا؟ برنولي's برنسبل بيقول لنا ان من تحت الجناح او الاير فويل بيحصل هاي بريشر ولو فيلوسيتي. هاي بريشر يعني ضغط عالي، ماشي، وبيحصل لو فيلوسيتي. ومن فوق الاير فويل بيحصل العكس، لو بريشر يعني ضغط واطي، ماشي، على الجناح، وهاي فيلوسيتي. هنفهم يعني ايه دلوقتي. هسألكم سؤال. عمركم وانتوا صغيرين كنتوا بتطلعوا ايدكم من الشباك، صح؟ كنا بنطلع ايدينا من الشباك والعربيه ماشيه بسرعه جدا. ماشي، الايد دي لو تخيلتوا معايا ده بيحصل قدام عينينا. البرنولي's برنسبل نفس فكره الطيران، ازاي الطياره بتطير بيحصل بالظبط نفس الحاجه. لما تحطوا ايدكم بره الشباك كده والعربيه ماشيه بسرعه، ايه اللي هيحصل؟ لو هتلاحظوا المره الجايه اعملوا كده. بص، لو طلعتوا ايدكم بالطريقه دي، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقوا ان ايدك بتطلع لفوق عشان الهواء. هتحس بالهواء من فوق وهتحس بالهواء من تحت. الهواء اللي من فوق ده هيبقى ضغط واطي، والهواء اللي من تحت هيبقى ضغط عالي. فالضغط العالي ده هو اللي بيخلي ايدك تطلع لفوق. ماشي، ده بيكون عشان السرعه عاليه، سرعه العربيه عاليه. وده برنولي's برنسبل بيقول لك ان لو في سرعه عاليه
وفي حاجه اللي هو ايدك او الجناح في الطياره هتبقى الجناح بدل ايدك، فاهمين قصدي؟ فهيبقى في ضغط عالي من تحت ولو فيلوسيتي من تحت، يعني سرعه الهواء تبقى واطيه، ومن فوق العكس، يعني ايه لو بريشر هيبقى في ضغط واطي، هيبقى في هاي فيلوسيتي سرعه الهواء عاليه. ماشي؟ فده اللي هيحصل بالظبط في ده اللي بيحصل بالظبط في الطيران برضو. الطياره بتطير بنفس الطريقه بالظبط، بس طبعا على اكبر شويه. ماشي؟ فبكل بساطه هو ده اللي بيخلي الطياره تطير. يعني انتوا دلوقتي في التيك اوف، احنا بنعمل ايه في التيك اوف؟ بنبدا التيك اوف ماشي على حوالي 140 نوتس على حسب طبعا نوع الطياره، بس هنتكلم على ايرلاينر كبيره ممكن نقول على سرعه 140 نوتس حوالي. بنبدا نروتيت. يعني ايه روتيت؟ يعني هتطلع الجويستيك كده، معلش السايد ستيك هتطلعها لفوق، واللي هيحصل الجناح بتاعك هيعمل روتيت. فاول ما الجناح يروتيت اللي هيحصل بقى نفس الفكره بالظبط بتحصل. بيكون في ضغط عالي من تحت، فبيشد اوتوماتيكلي الضغط العالي ده مع السرعه العاليه دي بيكريت فورس اللي هي اسمها الليفت، اللي هي دي اللي بتطلع الطياره لفوق. ماشي؟ فهو ده ازاي الطياره بتطير اصلا من الاول، وازاي هي تقدر تطير في التيك اوف وتطلع لفوق. بكل بساطه كان هو ده. وقبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انت دلوقتي لو واحد ناوي تدرس طيران، مثلا بعد سنتين، بعد 3 سنين، او بتدرس طيران دلوقتي، انا اقول لك ما تعتمدش على الفيديوهات اللي من يوتيوب بس، عشان الفيديوهات دي هتقعد انت وقت كتير قوي عشان تتعلم حاجات بجد مفيده، او هتقعد وقت كتير عشان تتعلم بجد. لو انت عايز تجهز لدراسه الطيران، عشان انك لو جهزت لدراسه الطيران سنتين قبليها، 3 سنين قبليها، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك لما توصل للدراسه جاهز لكل حاجه، ومفيش اي حاجه صعبه بالنسبه لك. هتبقى بالنسبه لك بتعدي الامتحانات بسهوله قدام كل الناس اللي بيتعبوا بسهوله. انت هتعدي كل الناس، هتقول انا شفت ده زمان، شفته في يوتيوب، شفته زمان اونلاين. فده هيساعدك جدا انك تبقى جاهز وواثق من نفسك لما تيجي تدرس طيران. فانا شخصيا انصحك تبص على سكاي بريب. انا عملت لكم سكاي بريب، ده كورس هيجهزكم لدراسه الطيران 100%. جواه كل حاجه ستراكشر، بدل ما تقعد تتفرج على فيديوهات في يوتيوب هتبقى ملخبطه، مفيش حاجه. يعني هما يوتيوب ما تعرفش انت عارف ايه مستواك ايه. بس الكورس سكاي بريب عارف بالظبط، هيخليك تبدا من بيجنر ليفل لحد ما شويه هيطورك ويخليك عارف حاجات اكتر، وفي الاخر هتبقى عارف كل حاجه وهتحس انك فعلا جاهز. لو انت عايز تجهز لدراسه الطيران انصحك جدا تبص على سكاي بريب وتشترك معانا في سكاي بريب. وسكاي بريب ده غير حياه ناس كتيره جدا في الطيران، وخلى ناس تقول حاجات يعني ان هم ما كانوش عارفين اي حاجه عن الطيران، وبعد كده بقوا عارفين كل حاجه عن الطيران وعرفوا فعلا يجهزوا لدراسه الطيران. لو انت عايز تجهز دراسه الطيران بص على سكاي بريب. بس كده هو ده كان ازاي الطياره بتطير بسهوله. شكرا جدا انكم اتفرجتوا. ما تنسوش تعملوا شير اي حد مهتم بالطيران، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان يجيلكم فيديوهات اكتر زي دي. وبس كده، كان معكم امير خليفه، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.